هسه أريد أحكي وياكم بموضوع كلش مهم، وأريد تركزون وياي لأنه هذا الموضوع فعلا يسوى. أكو ناس بالحياة قد ما هي فارغة وما متوازنة، مهنتها إنها تتهم البشر. هو قاعد ما حد بحاله تافه، العفو بالكلمة يعني، فارغ، عنده هواية عقد نفسية وأمراض ومشاكل. شي يسوي؟ يقول لك أنا خل ألفت شوية انتباه، خل أسوي ضجة، خل أتهم الناس. يلا ما يخالف أتهمهم بعرضهم بشرفهم، أتهمهم أشوه سمعتهم، أطلع عليهم إشاعات. المشكلة هو ما يدري إنه هو لما يسوي هاي الحركة الناس ما راح تحترمه. إيش قد تفعلوا وياك؟ 100 200 300؟ أكو مليون هسه من يشوفك بعد ما يحترمك. عيب. فما بالك إذا كان شخص إحنا نعرفه يسوي هاي الحركات. يعني إحنا نعرف تفاصيله ونعرف أفكاره ونعرف وضعه، شو مسوي شو ما مسوي، وفوق هذا لك 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 لك. أنا أستغرب كلش من، يعني ما أعرف إذا أقول رجال، العفو بالكلمة، يعني ما حلوة بحقكم أبدا إنه تسوون حركات حتى النسوان ما تسويها. عيب. عيب حبايبي، ارتقوا شوية، خليك ثقيل، خليك رزن، خلي عندك مصداقية. أهم شيء بالحياة هي المصداقية. إن الإنسان إن فقد مصداقيته ما يسوى دولار، مو دولار، فلس ما يسوى، فلس ما يسوى. فعيب يا حبيبي، عيب. نصيحة من أختك، خليك ثقيل، خليك رزن. احنا نعرف البير وغطاء، إذا نريد نحكي رح نأذي. شوية ثقل.